عمرك تخيلت ان مصر ممكن تخش في مجاعه، او حتى حد كلمك في مجاعه حصلت لمصر قبل كده، في ظل ان رجول الفراخ يا صديقي بقت هي اللحوم بتاعت الفقراء، والاقتصاد بقى بينهار يوميا، والدولار عمال يزيد، واسعار الاكل بقت في متناول المواطن الغني بس، في زمن الفقير فيه ما بقاش لاقي ياكل. تعالى ننبش مع بعض يا صديقي في التاريخ شويه، وهوريك لمحه كده ممكن تسيبك بالرعب وخوف وفزع كبير جدا، لدرجه انك ممكن ما كنتش تتخيل ان ممكن حاجه زي كده تحصل اصلا. اهلا بيك صديقي في حلقه جديده من برنامج العراف. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل لي فولو، ولو كنت على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. من حوالي 1000 سنه المصريين مروا بمجاعه كانت الابشع في تاريخ البشريه، وعشان تتخيل معايا شكل المجاعه دي خليني اقول لك بكل صدق يا صديقي ان الناس اتحولت حرفيا لزومبي في الوقت ده، اصبحوا اكلي لحوم البشر، وانا مش بكبر الموضوع بقول لك كلام افلام، دي حقيقه يا صديقي، والناس ساعتها كانت بتاكل في لحوم بعض. الشكل الادمي اللي متعارف عليه ده ما كانش موجود ساعتها، اللي كانوا عايشين في مصر ساعتها وحوش، مجرد وحوش يا صديقي. الجوع خلق من الناس دي كائنات بشعه. في سنه 444 هجريه كانت دي بدايه سنوات كانت ابشع سنوات مرت على تاريخ البشريه، لدرجه ان الناس يا صديقي اعتبرت ان ديت علامات يوم القيامه، وخلاص القيامه بقت على الابواب، كانت حاجه صعب يصدقها اي عقل. سنه 420 هجريه اتولد ابو تميم معد المستنصر بالله الفاطمي، اللي بيمتد نسب يا صديقي لعلي بن ابي طالب. وفي سنه 421 هجريا بقى ولي العهد، يعني بقى حاكم مصر وهو عنده 8 شهور. سنه 427 كان وصل لسن ال7 سنين ومسك المستنصر الحكم، ولان سنه كان صغير وصعب عليه يدير البلاد كانت امه هي الوصيه عليه، ومسكت كل زمام الحكم في ايديها لحد ما يكبر. واللي كان معروف عن امه ساعتها انها كانت شديده جدا، وكان صعب جدا التفاهم معاها، لدرجه ان بعد ما استلم المستنصر الحكم كان ليها يد في قرارات كتير قوي في الدوله، وبسبب قراراتها دي يا صديقي حصل عدم استقرار في الدوله. في بدايه حكم المستنصر يا صديقي مصر عاشت في ازهى عصورها، اقتصاد عظيم ووفره في المحاصيل الزراعيه، وكان في خير كتير جدا، وده غير ان المستنصر كان حاكم عادل جدا، وكل اللي حواليه كانوا بيحبوه. في الوقت ده كانت مصر بتشهد عصر عظيم من الارتقاء والسمو. التاريخ بيقول كمان ان ابواب القصر كانت مفتوحه دايما للناس، ممكن يدخلوا القصر في اي وقت وبدون استئذان، وان كل حاجه جوه القصر كانت بتتوزع للناس بالمجان. لكن لما بيتذكر اسم المستنصر يا صديقي الناس بتفتكر انه حاكم غير عادل بسبب الشده المستنصريه، لكن على العكس المستنصر كان من افضل الحكام اللي مسكت مصر، واسباب الشده المستنصريه يا صديقي لا علاقه لها بالمستنصر. في الوقت ده كنا بنصدر المحاصيل الزراعيه بشكل كبير جدا. قبل الكارثه مباشره يا صديقي كالعاده صدر المستنصر 400,000 ارداب من القمح للروم، وده لانه كان مطمن على وفره الاكل والميه في مصر. لكن سنه 444 هجريه بدات الكارثه، منسوب ميه النيل بدا يقل، والميه بدات تجف، وبارت الاراضي الزراعيه فقل منسوب الزراعه. وكالعاده التجار يا صديقي في اداره الازمات اللي زي دي فكروا بس في نفسهم، فبداوا يجوعوا الاسواق ويخزنوا كل اللي يملكوه من اكل ومحاصيل زراعيه، على امل ان هم يطلعوها بعدين ويبيعوها بالسعر اللي هم عايزينه. فبدا المستنصر على طول في حل الازمه، وخرج كل الاكل والمحاصيل المتخزنه في خزنه الدوله، وبدا في توزيعها على الناس. وبعدين صادر كل الاكل اللي خزنوه التجار واشتراه منهم وحطه في خزنه الدوله تاني عشان يحاول يسيطر على الازمه. لكن لما تدهورت الاوضاع اكتر كانش في حل غير انه يتواصل مع قسطنطين التاسع ملك الروم وقتها، ويطلب منه استرداد 400,000 طن من القمح اللي هو صدرهم له. لكن الصفقه يا صديقي ما تمتش لان قسطنطين مات في الوقت ده، واستمرت الازمه يا صديقي لمده 20 شهر. لكن لحسن الحظ رجع منسوب النيل يزيد تاني، ورجعت الاوضاع زي الاول، وبداوا في زراعه الاراضي والاكل يتوفر في البلاد، واستقرت الاوضاع يا صديقي وكله بقى تمام التمام. ياه اخيرا نرتاح شويه بقى. لا يا معلم ترتاح ايه؟ مفيش راحه. سنه 457 هجريه كانت الكارثه الفعليه يا صديقي، ورجع منسوب الميه يقل تاني، والبلاد بدات تموت مره تانية يا صديقي. لكن المره دي كانت مصيبه لان الموضوع طول جدا، ومصر مرت باسوا فتره زمنيه في حياتها. السبب الرئيسي للشده يا صديقي هو انخفاض منسوب المياه في النيل، لكن في اسباب تانية ذكرها التاريخ زي تدخل من المستنصر في اداره البلاد وتغيير الوزراء باستمرار. وصل الامر انها كانت بتغير كل اسبوع وزير، وفي بعض الاقوال بتقول ان هو كان كل يوم كمان، ويقال كمان ان منصب وزير ده كان ممكن اي حد معدي كده ياخده ويبقى وزير. فتدهورت الاحوال السياسيه والاقتصاديه في البلد. اما الاسباب الثانيه هي الحروب اللي دارت بين الجنود. في الوقت ده الجيش الفاطمي كان عباره عن جنود الاتراك متحالفين مع جنود البربر، فاجتمع الجيش الفاطمي وحارب الجنود السودانيين وطردهم من القاهره للصعيد. ولما وصل الجنود السودانيين للصعيد بهدلوها وخربوها، وتعمدوا يفسدوا نظام الري فيها عشان ينشروا القحط فيها وتموت الناس من الجوع. ده غير يا صديقي ان اصلا البلاد كانت بتمر بفتره صعبه جدا بسبب انخفاض منسوب مياه النيل. اما في الجانب الثاني يا صديقي غدر الاتراك بالبرابره بعد ما طردوا السودانيين، وطردوهم هم كمان من القاهره لوجه بحري. وسيطر الاتراك يا صديقي في الوقت ده على القاهره ونهبوا قصور الخليفه، ومن المنطلق ده بقى مصر تدهور حالها للاسوء، اتقطعت كل السبل في وصول البضائع ليها، بدات المجاعه الكبرى، وبدات معاها اسوأ فتره زمنيه مرت على مصر. يقال انهم 7 سنين انتشر فيهم الذل والمهانه، وكلمه حياه بالنسبه لهم بقت ضرب من ضروب الخيال. وتدهورت المحاصيل الزراعيه لحد ما انتهت، وانتهت معاها اللحوم، وبعدها كل الاكل حرفيا اختفى من مصر. ومن هنا بدا العقل البشري يفكر ازاي يسد جوعه بس، وما كانش فيه بقى لا فراخ ولا رجول فراخ ولا اي اكل، فبدات الناس تتحول لوحوش حرفيا. بداوا في اكل الحيوانات والقطط والكلاب واكل الميتات والجيف، ده حتى الكلاب والقطط بقت بتتباع
باسعار غاليه جدا ما يقدرش عليها غير الاغنياء. فبطبيعه الحال انتشر الظلم والفساد وبدا عصر الظلام يا صديقي. الشوارع بقت مخيفه ومرعبه لدرجه الموت، وبعد فتره قليله جدا اختفت الكلاب والقطط من الشوارع نهائيا، وسعر رغيف العيش وصل ل 15 دينار، وثمن البيضه كان 10 قراريط، وعشان تشرب بق ميه يروي عطشك بس بدينار يا صديقي. مع مرور الوقت الفلوس ما بقاش ليها قيمه، ولا المباني والاملاك والموارد بقت نادره جدا، لدرجه ان التاريخ ذكر ان وزير الدوله ركب بغلته وراح يحقق في واقعه ما، وركنها على الباب ودخل، فخطفها الناس واكلوها من كتر الجوع. الواقعه دي كانت سبب في تطور الامر ان المصريين يبداوا ياكلوا بعض حرفيا. بعد ما الوزير خرج وعرف ان بغلته اتسرقت، حقق في الموضوع ووصل ل3 اشخاص من اللي سرقوها، فحكم عليهم بالصلب. والصبح خرج الناس من بيوتهم عشان يشوفوا ال3 المصلوبين، وهنا كانت الصدمه، لقوا ان مش باقي منهم غير هياكل عظميه يا صديقي. الناس اكلت لحومهم من كتر الجوع. بعدها انتشر نباشين القبور، كانوا بينبشوا قبور الموتى عشان ياكلوا لحومهم مش عشان يسرقوها، وما عادش فيه حرمه للميت خلاص. انتشر الخوف والقلق والرعب في الزقايق والشوارع، وبقى الخوف الاكبر انك تبقى ماشي في الشارع او قاعد في بيتك وتشوف حد داخل عليك. ده كان اكبر رعب ممكن يصيبك يا صديقي، لانك مش عارف اللي جاي ده جاي يعمل ايه بالظبط. كان في زقاق ضيق كده اسمه زقاق القتل، كانت البيوت فيه واطيه، فكان سكان البيوت دي بيستنوا الليل يليل بعدين ينزلوا خطاطيف من الشبابيك والاسطح، ولما يعدي حد من الزقاق ده يسحبوه بالخطاف وياكلوه. الناس بقت كل حاجه تملكها عشان تاكل يا صديقي، وما بقاش للفلوس اي قيمه بعد ما اختفى الاكل، لدرجه ان كان في ناس بتبيع قصور غاليه جدا عشان تشتري كام رغيف عيش، ويقال ان الستات كمان كانت بتبيع كل مجوهراتها عشان تشتري اكل قليل جدا، لدرجه ان الست باعت عقد غالي يوصل ثمنه ل 1000 دينار وبدلته بشويه دقيق، وهي راجعه بيتها الناس اتلمت عليها وضربوها وبهدلوها وحاولوا يسرقوا منها كيس الدقيق، لكن قدرت تهرب يا صديقي بشويه دقيق يكفوا خبز رغيف عيش واحد. فخبزت الرغيف يا صديقي وخدته وخرجت في مكان عالي جدا، ووقفت وقالت باعلى صوتها: يا اهل القاهره ادعوا لمولانا المستنصر بالله الذي اسعد الله الناس في ايامه واعاد عليه بحسن نظره حتى تقومت على هذه الكرسه ب1000 دينار. بدات الاوضاع تتطور، وصلت لازمه للمستنصر نفسه، خلص الاكل من قصره، ما بقاش في اي حيوانات تتذبح في الحظيره، لدرجه انه باع رخام القبور بتاعت ابائه واجداده عشان يشتري اكل. وصل الموضوع ان بنت فقيه من الفقهاء اللي في عصره كانت بتتصدق عليه يوميا برغيفين عيش، ولولاها كان مات من الجوع. يقال ان تلت سكان مصر ماتوا في الازمه دي، والاوضاع تدهورت لدرجه ان مصر كانت على وشك الانتهاء. يقال كمان ان كان في بلاد كتير جدا تحت ملك المستنصر في الوقت ده، فما قدرش يتحمل اكتر من كده، فطلب المساعده من بدر بن عبد الله الجمالي. بدر الجمالي كان عنده جيش عظيم، فشرط على الخليفه انه يفرض سلطته على البلد بالقوه ويرجع الامن بالسلاح، فوافق المستنصر وعين الجمالي وزير للدوله. اول حاجه عملها الجمالي يا صديقي انه حارب الجنود اللي بتضرب في بعض وطردهم كلهم من مصر، وبعدين اهتم بالري والزراعه وصلح نظام قنوات الري بعد ما باظت، واصدر قرار بان الفلاحين اللي هيزرعوا هياخدوا المحاصيل اللي زرعوها لمده 3 سنين، والسنه الرابعه هياخدها هو لخزنه الدوله. الجمالي كان راجل عادل جدا، وهو اللي قدر يتغلب على الشده المستنصريه، وبعد احياء مصر مره ثانيه وبعد 7 سنين ما خلصوا رجع منسوب النيل من تاني لطبيعته، وانتهت الشده المستنصريه والسنين الصعبه اللي مرت على مصر، ولحد دلوقتي المصريين بيحاولوا يتناسوا الفتره ديت من بشاعتها. توفي المستنصر يا صديقي سنه 487 هجريه على عمر يناهز 67 سنه، خلافته كانت حوالي 60 سنه، ولحد وقتنا ده مرتبط اسم المستنصر ذكرى شنيعه اترسخت في نفوس المصريين بكل غضب وكره. كان بيتذكر اسمه في خطب كتير في الجوامع من المحيط للخليج، واتكتب عنه في النهايه العباره دي: بنصر السميع العليم ينتصر الامام ابو تميم. والعظيم بقى يا صديقي ان المصريين خلدوا ذكرى الوزير الجمالي واطلقوا اسمه على منطقه شعبيه شهيره خالده في وجدان مصر، وهو حي الجماليه. الجوع كافر يا صديقي ممكن يخلق منك انت شخصيا مخلوق غريب انت نفسك ما تتخيلش وجوده. الفقر والجوع من ابشع الحاجات اللي ممكن تحصل للانسان. سيدنا عمر بن الخطاب قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. في النهايه ده مجهود اتعمل عشانك يا صديقي، فما تبخلش علينا بقى بلايك للفيديو وتقول لي رايك في التعليقات تحت، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو على اي منصه ثانيه اعمل فولو عشان تتابع اللي جاي. انا علاء عرفه وبس كده.